قبل ما ابدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وردة وهي خارجة من الحمام، بجد انا مكسوفة جدا، هوري وش العمر ازاي، ربنا ياخدني بقى علشان تعب. واول ما خرجت من المول لقت الدنيا بتمطر. هو ايه ده؟ ما كنتش اعرف انها هتمطر النهارده. وخرجت بسرعة وفجأة لقت صلاح في وشها وبيحط الشمسية على راسها. وفي الوقت ده عمر كان خارج من ناحية ويوسف من الناحية التانية علشان يلحقوا ورد، وكلهم اتصدموا لما شافوا صلاح. عاملة ايه حلو؟ ازاي؟ احنا اتخلقنا علشان بعض. بجد كتير مننا مش عارف هو عايز ايه، وكتير عارف بس متردد. بس اللي انا عارفه ان الفرصة مش هتيجي مرتين، ولازم نبقى جاهزين دايما علشان نستغلها اول ما تيجي. يلا بينا نمشي. في المباراة عمر دخل المدرج وفضل يدور على ورد، وفجأة شاف بنت شبهها وجري عليها ومسك ايديها. في نفس الوقت ده يوسف جري على نفس البنت ومسك ايديها. البنت بصت لهم الاتنين باستغراب. انا اسف. انت هنا؟ مبسوط اني شوف. وانت ايه اللي جابك هنا؟ ليه براي؟ اكيد علشان اشوف المباراة. كنت فاكر انك بتكره الحاجات دي. لا، ما انا بقيت بحبها. من امتى؟ من قريب. وبعدين انت مال؟ يعني انت جيت علشان تتفرج؟ جاي علشان اتفرج. مبين عليهم محترفين، ما تستقلش بيه. وسابه وراح قعد، وعمر قعد جنب. مبين عليها هتبقى مباراة جامدة. طب اتفرج وانت ساكت. وبعد شوية صلاح دخل الملعب وكل البنات كانت هتموت عليه. في بيت ورد كان لطفي وعلي قاعدين مشغلين المباراة. ما حدش شاف ورد. خرجت من شوية، كان المفروض انها تقعد تذاكر في الاجازة اللي عندها دي بدل ما تقضيها خروج. هو انا المفروض افضل اهزق فيها طول الوقت علشان تذاكر؟ بعد ما المباراة بدأت، اول ما صلاح رمى الكرة دخل هدف. في الوقت ده كان في اتنين بيتكلموا قدام يوسف وعمر. سمعت ان في واحد جاي من الولايات مخصوص علشان يشوف لعب صلاح. يا ربي، يعني لو صلاح كسب هيروح الدوري الامريكي؟ عمر ويوسف بقوا بيسمعوا الكلام والنار قايدة جواه. وردة أول ما دخلت البيت هالة، كنت فين؟ رحت اشتري عصاية سلك، ولما لقيتهم بيتفرجوا على المباراة قعدت تتفرج معاهم. أنا ما شفتش حد فعلا بيلعب حلو زي صلاح. أنا متأكد إن بعد الماتش ده كل الفرق هتبقى عايزة تمضي معاه. بجد أنا ما شفتش لاعب في حياتي حلو كده. عارفين بقى الحلو ده كان بيتمنى إن هو يخرج معاه. هالة بصت لها بصدق. وليه يخرج معاك انت؟ على فكرة بتكلم بجد. ورفضته كمان. لا انتي مش هتعقلي ابدا. وورد افتكرت لما كان قاعد معاها عند الموت. انا هرجع لك كورتك، انا اسف. قصدك ايه؟ في حد انا معجبة بيه. طب وهو كمان معجب بيكي؟ قلتلي قبل كده ان الموضوع فيه نسبة فوز صغير زي المباراة بالظبط، وانا عايزة امسك في الفرصة الصغيرة دي. وفاقت من تفكير، وكان صلاح بيرمي اخر رمية للي كسب بيها المباراة. طب والله جدع ولعبه حلوة اوي، برافو عليه. هو ايه ده؟ ازاي يعني؟ مش فاهم. وكانت بتتكلم بالصدمة دي لأنها شافت عمر ويوسف وكانوا بيحضنوا بعد ما صلاح كسب، وكانت مصدومة ومش مصدقة. وعمر كان بيشيل يوسف وفجأة بعدوا عن بعض. بعد ما المباراة خلصت وهم خارجين، انت انبسطت بالمباراة؟ كانت مباراة حلوة فعلا، بس انا ما انبسطت. انا جيت هنا علشان كنت فاكر وردة هتيجي هنا، وكنت خايف تيجي علشان كده جيت. بس انت جيت علشان تتفرج على المباراة بس، صح ولا لا؟ ايوه زي ما قلتلك قبل كده. ليه بتسألني مرتين؟ انا ماشي. يوسف لنفسه، ليه المفروض تعجبك من ما بين كل البنات يا غد؟ وبعدين بص وراه ونده لعمر، فعمر بصله وراح عنه. انا جيت هنا علشان معجب بورد، مش مسموح لي يعني انها تعجبني؟ عمر فضل باصصله والنار طالعه من عينيه. عمر دخل محل الاكسسوارات بسرعه جدا وقال للبنت اللي هناك، عايزه اشوف كل اللي عندي. كل حاجه؟ كل حاجه. حضرتك عايز هديه عيد ميلاد يعني؟ لا، هعترف للبنت اللي انا بحبها بحبي ليها. في بيت يوسف كان الكل قاعد بيتفرج على التلفزيون. دول بقى اتنين صحاب يا ماما، بس بيحبوا نفس البنت. بس هو اللي حبها الأول وقال قبل كده إن هو بيحبها ومش هيسيبها تروح لغير. طب هو ليه بيتصرف بغباء دلوقتي وهو مقرب منها علشان ينتقم من الراجل التاني؟ ما هو ما كانش يعرف إن هو هيقع في حبها قوي كده. عبيط وهم. يوسف بصلهم بصدمة وكان حاسس إن هما بيلقحوا عليه، وقام مرة واحدة وقلب عصبية. بس إنه يقع في حبها هو مش عمل جريمة؟ ما عندوش قلب هو كمان؟
حبيبة رمت هدومه في وشه. ولا اسكت خالص، ودي هدومك لأمك هي تطبقها لك، محدش قالك ان انا الخدامة بتاعتك، وغور يلا من وشنا، خلينا نسمع في هدوء شوية. صحيح انك واحد مزعج. في بيت ورد كانت قاعدة بتحضر شنطتها، وكانت فرحانة ان هي هتطلع رحلة في المدرسة. وبعدين علي دخل عليها ورمى في وشها علبة ميك. هو ايه مش كفاية كل اللي عندك؟ راحة تجيبي تاني؟ وانت مالك انت؟ عيل بارد صح؟ صحيح لازم تروحي من غير ميك لو طلع رحلة تبع المدرسة؟ ما انا بخطط ان انام اخر واحدة، واول ما الكل ينام هشيل الميك واصحى اول واحدة واحط ميك. هتعملي كل ده علشان محدش يشوف شكلك؟ هو انت صحيح ملك اليومين دول؟ هو عمر زحلقك؟ انت بتقول ايه؟ لا طبعا، فكرت انك بتحبيه. لا احنا اصحاب ومفيش حاجة بينا. ماشي، بس انا اصحابي دايما بيطلعوا معجبين بيا، ودايما بيقولولي ان انا اكتر من صاحب. فعموما خلي بالك لحسن تخسري صاحبك علشان الحب. يلا سلام. وخرج وقفل الباب. منى وهي منزلة شنطة ورد من العربية وبتبص حواليها. كنت هركب الأتوبيس عادي، ايه اللي خلاكي توصلين؟ لا ما ينفعش، شنطتك تقيل. شكرا يا روحي. منى قلتلك شكرا. سيبي الشنطة بقى. في ايه يا منى؟ سيبي الشنطة بقول. خدي اهي. يلا انا ماشية، سلام. باي، خلي بالك من نفسك. بعد ما ورد مشيت منى فضلت تبص حواليها، وبعدين لقت جلال جاي في وشها. جلال أول ما شافها ضحك، ومنى راحت عليه علشان تحضنه. في المخيم بتاع الرحلة والكل داخل، عمر نده على ورد، وورد بصتله وطلعت تجري على أصحابها ووقفت جنبهم وفضلت تتصور معاهم. وبعد شوية الكل مشي وكل مجموعة دخلت الأوضة بتاعتها. ايه رأيكم في المايك ده؟ جبته علشان نفضل نغني ونخربها. وفضلت تغني وتضحك بصوت عالي. والله العظيم انتي مجنون. يعني كده محدش هينام النهاردة؟ تعرفوا ان انا ما نمتش في خيمة قبل كده، وانا كمان ما عملتش كده بقالي كتير. اخر مرة رحت للتخييم كانت مع عائلة عمر واحنا صغيرين. اكيد انتي وعمر قريبين من بعض من وانتوا صغيرين. صحيح ما قلتلكيش؟ البنت اللي في الفصل اللي جنبنا وراحت وقالت لعمر انها عايزة ترتبط بيه، بس هو قال لها لا، وقال لها ان هو معجب ببنت تانية. بجد؟ مش معقول، عمر معجب ببنت؟ ممكن تكون انتي يا نوران صح؟ هو انتي صدقتي؟ تلاقيه بيقول كده وخلاص. اسكتي بس وبطلي فار. وانا مالا؟ من السنة اللي فاتت اصلا وفي ناس فاكرة ان انتوا في حاجة بينكم، وبعدين كمان انتوا لايقين على بعض. صعب حد يصدق ان انتوا صحاب، بس بقالكوا 10 سنين صحاب. خليكي صريحة وقوليلي يلا، ما حسيتيش بمشاعر من ناحية عمر قبل كده؟ قوليلنا، انتوا كلكوا بتبصولي كده ليه؟ يلا قولي بقى، ما عندكيش مشاعر من ناحيته؟ وفضلت تزغزغ فيها، ونوران فضلت تضحك وادتها بالقلم على وشها بالغلط، طيرتها في الارض. يا غبية. لا انا مش ههزر معاكي تاني، ما تزعليش والله من غير قصد. غبية ومش ههزر معاكي. بعد ما البنات خلصوا وخرجوا قعدوا يلعبوا ويتصوروا بره. عمر جو فضل يبص على ورد، وورد شافته وادته ظهرها، بس عملت نفسها ما خدتش بالها وفضلت تتصور مع البنات. يلا كلكم اتجمعوا هنا علشان هنتصور صورة مع بعض. والكل بدأ يتصور، بس عمر كان واقف بعيد. عمر واقف بعيد كده ليه؟ يلا قرب علشان تتصوروا مع بعض. لا عادي، تصوروا انت. تمام. نوران جت ووقفت جنب عمر. ايه، ما عندكش اي فكرة عن التواصل مع البشر؟ اللي ما تصورتش معاهم؟ لا مش عايز. يلا اضحكوا هصوركم. سمر وكل البنات. استاذ جلال، خد صورة للاتنين الحلوين دول. وكل البنات والولاد زقوا يوسف وورد جنب بعض. المدير وهو بيصرخ، ايه ده، انا عندي 2 مرتبطين في المدرسة؟ الكل شاور على ورد ويوسف علشان كانوا فاكرين انهم ارتبطوا عشان لابسين زي بعض بالصوت. طيب تمام، بعد اذنك يا حضرة المدير، عايزة اصور. يلا انت كده جوه الصورة. المدير سابهم ومشي، وجلال جهز الكاميرا، ويوسف لزق في ورد، وورد كانت مصدومة، وعمر كان متضايق جدا منه. يلا هصور. 1 2 3. الله، يوسف وورد مرتبطين؟ لا والله ما حصلش، مفيش بينا حاجة. يوسف اقلع التيشيرت بتاعك ده، يلا دلوقتي حالا نقلع. لا طبعا مش هقلع حاجة، انت عايزة ايه؟ متحرشة؟ يا غبي فهمتني غلط، قصدي غير هدومك دي. مش هغيرها، غير انت. وطلع يجري، وورد طلعت تجري وراه، والكل طلع يجري وراه وفاكرين ان هما فرحانين وبيهزروا. وعمر كان واقف ومتعصب جدا،
ولحد كده استنونا في الحلقة الجاية، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد.